السلام عليكم. احلى طاجن باميه بالليه باللحمه الضاني، وده شكله بعد ما بيطلع من الفرن. اول حاجه عندي كميه اللحمه اللي عندك، سواء نص كيلو هتعملي طاجن 2 اللي انت عايزاه. معانا كمان معلقتين 3 صلصه، ومعانا دهن او ليا متسيحه. انا بسيح الليا بتاعه الخروف كده، والتوابل بتاعتي ملح، فلفل، بهارات، جوز الطيب، وكزبره، وكمان قطع ليا وعصير طماطم. حطيت كمان للشوربه بصل وملح، لا، بصل وفلفل اسود، ورق لورا، حبهان، مستكه، وكمان قرنفل. وفي الاخر طبعا بتدي الملح بتاعك بعد ما بتستوي خالص اللحمه. غلينا اللحمه وسايبينها تستوي، وجبت حله عندي بنزل ببصلايه ناعمه مفرومه كده، اقطعها مفروم ناعم، وبعدين ابدا اشوح فيها الباميه المتفرزنه عندي. وبعدين بعد ما بتشوحيها بقى بتعملي ايه بعد كده؟ بتنزلي عليها بالصلصه. خلاص انا قطعت البصل اهو، ونزلت عليه كمان بمعلقتين من اللي هي المتسيحه. عايزه اقول لكم ليه الخروف دي، او اللي هي المتسيحه، او اللي هي القطع اللي انا بحطها في الطاجن في الاخر بتديله طعم، مش عايزه اقول لكم احلى من احلى طاجن جاهز. حطيت معلقتين وهبدأ انزل بيهم على النار واشوحهم تشويحة مع اللية. هنزل بالبامية وكمان هشوحها مع البصل شوية عادي، تنزل متفرزنة مجمدة مفيش مشاكل. بعدين هنزل عليها بعصير الطماطم واسيبها تغلي شويتين 3. كل ما الحاجة تغلي وتستوي يا دوبك، مش هتحتاجي في الفرن قد 10 دقايق. انزلي كمان عليها بالتوابل المطحونة، واللحمة اهي اتسلقت خلاص. هبدأ انزل بالملح بتاعها وانزلها على الخليط عشان تاخد من طعم البامية والصلصة بتاعتنا. حطيت معلقتين، اسيبها تغلي غلوتين وبعدين انقلها للطاجن. نزلت كمان بمعلقتين توم ني في الاخر عشان التسبيكة تاخد. بصوا المنظر في الحلة. هتنقليها في الطاجن. حطيت كمان عليها قطع اللية من فوق وقرون الفلفل. هتعمليها ازاي في الفرن؟ هتغطيها بورق فويل وتسيبيها في الفرن لمدة ربع ساعة. تطلعيها، تشيلي ورق الفويل من عليها وتسيبيها تاخد الوش بتاعها في الفرن، وتطلعيها وبألف هنا على قلبك وقلب اللي هياكل. خلاص انا بنقلها في الطاجن اهو. هوزع عليها كمان الفلفل واوزع عليها قطع اللية دي. انا اللية لما بتجيلي بقطع قطع كده واحمصها شوية، وبعدين التانية بسيحها مع نص ازازة زيت. بيبقى عندي سمنة ويبقى عندي قطع اي بقى محشي، اي طواجن زي دي. مش عايزة اقول لكم على الطعامة بتاعتها. نقلت خلاص هي مستوية، يعني انت ما تطلعيش الحاجة من حلة اللحمة او البامية الا ما تكون مستوية خالص، عشان يا دوبك تاخد التشميعة في الفرن. هحط عليها الفلفل، وحطيت عليها قطع اللية، حطيت عليها الفويل ودخلتها الفرن لمدة 10 دقايق. طلعت شلت الفويل واديتها كمان الشكل النهائي اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. مش عايزة اقول لكم ولا اطعم بجد. اللي هي دي بتعمل بس لأصحاب مش الدايت ولا الأمراض، يعني ربنا بألف هنا يجعله شفا كله على قلوبكم يا رب. تنسونيش في اللايك، ما تنسونيش في الشير، ما تنسونيش في السبسكرايب. لو انتوا مش مشتركين عندي اشتركوا لي وفعلوا زر الجرس. وبألف هنا. الفويل اهو هتطلعي، هتشيلي الفويل وهتحطيها تاني في الشواية لمدة 10 دقايق. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.